بسم الله الرحمن الرحيم. أولا سعيد بالتواجد معكم في هذه القناة المحترمة، قناة دوي تيفي، وتحية طيبة واحترام للجميع، للمشاهدين الأعزاء الكرام سواء داخل الوطن أو خارج الوطن. فيما يخص ضحايا زلزال الحوز، أولا تعازي الخالصة لسيدنا ملك البلاد جلالة الملك محمد السادس نصره الله، وتعازي الخالصة للشعب المغربي ولأفراد وعائلات الضحايا اللي توفوا في هذه الفاجعة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وبالمناسبة تنقدم التشكرات الخالصة للقوات المسلحة الملكية وكذا السلطة، وكذلك الأطياف الأمنية والقوى الحية والمجتمع المدني وكل من ساهم في هذا التضامن اللي تعبر عن التمغربية الخالصة للإنسان المغربي. وأنا تنحييهم وتنشكرهم من أعماق القلب، وهذه هي الروح الوطنية، وهذا هو الإخلاص، وهذا هو التلاحم، وشكرا لهم وجزاهم الله خيرا. سي محمد السعيدي، بكونك عضو سابق في الخلية الأمنية للشغب الملاعب بولاية أمن الدار البيضاء، اش كتقول على هاد الشهوب الاصطناعية واللي ولات كتشكل واحد الخطر كبير في الملاعب؟ هذا السؤال مهم، خاصة في بداية انطلاق الموسم الرياضي ديال 2023-2024. بالنسبة لي أنا أستنكر هاد التصرفات في الملاعب، وخاصة أن مجموعة من الجماهير تقوم برمي هاد الشعوب الصناعية اللي تتشكل أضرار مادية وبشرية ومعنوية داخل الجسم الرياضي وداخل الملاعب، وتتشكل واحد الخطر زيادة على الجانب القانوني لأن القانون يعاقب على هاد الشهوب الصناعية. لهذا أتمنى من جميع الجماهير الرياضية المغربية أن تبتعد عن رمي هاد الشهوب الصناعية، وخاصة أن مجموعة من الجماهير يقولون يؤمنون بفكرة ديال أن رمي الشهوب الصناعية تسمى الكراكاج، وفي واحد الوقت ولحظة معينة، وهذا الشيء كله تيسيء الفرق سواء من الناحية المادية أو المعنوية. وخير دليل المباراة الأخيرة ديال نادي الوداد الرياضي ضد شباب السوالم اللي برسم الدورة الثالثة من البطولة الحالية، أن الوداد لعبات بدون جماهير ديالها، على اعتبار أن الفصيل ديال الوداد قبل هذه المباراة ديال الوداد وشباب السوالم اللي تلعبت بالمحمدية قاموا بإشعال ورمي مجموعة كبيرة من الشهوب الصناعية، مما أدى إلى معاقبة النادي والجماهير باش يكون هذا الويكلو اللي كان، وهذا ضرر الفريق. لهذا أتمنى مرة أخرى الابتعاد على هذه الشهوب الصناعية، لأن الوقت ديالهم صافي انتهى. هانتوما تشوفوا مجموعة ديال المباريات داخل الملاعب الأوروبية اللي انتهى هذا المشكل ديال رمي الشهوب الصناعية. وشوفوا مثلا الملاعب الإنجليزية اللي ما بقاوش يآمنوا بهذه الشهوب الصناعية، وتا هذوك الرايات تحطوها لتحت وتتكون احتفاليه وتتكون فرجه، وهذا الشيء كله تيكون في الصالح الكبير ديال هذه الفرق. سؤال عندي،
كيفاش كتشوف الحكامه الامنيه المسبقه المديريه العامه على هذا الشغب الشهوب الاصطناعي؟ اولا من هذا المنبر تنوجه تحيه خالصه واحترام متبادل للسيد المدير العام المديريه العامه الامن الوطني السي عبد اللطيف الحموشي، اللي منذ توليه هذه المديريه هو تيسهر على كل صغيره وكبيره، وانا احييه تحيه خالصه خاصه فيما يخص الاستراتيجيه والحكامه الامنيه. وخير دليل انه يقوم بمتابعه جميع التظاهرات الرياضيه في اي مباراه، وخاصه المباريات المهمه، المنتخب الوطني او كاس العرش او البطوله النهائيه ديال اي بطوله افريقيه، اللي تيقوم باللازم وتعطي التعليمات ديالو، وفعلا الاتجاه صحيح. وهذه الاستراتيجيه وهذه الحكامه الامنيه اللي قام بالتوجيهات ديال السيد المدير العام السي عبد اللطيف الحموشي، انها اعطت واحد الصدى كبير، خاصه ان مجموعه من الدول خارج المغرب انها تتحدث عن ذلك، واصبحت انها تمشي بهذا النهج ديال الفكر الاستراتيجي والفكر الحكامي ديال السيد المدير العام، اللي تنشوفوا انا انه صالح للحاضر والمستقبل. مره اخرى احييه تحيه اخلاص ووفاء وروح وطنيه السيد المدير العام الامن الوطني السي عبد اللطيف الحموشي.